رسالة لكل واحد مش قادر يقاطع، رسالة لكل واحد مش قادر يستغني عن المنتجات الغربية، رسالة اللي مش قادر يستغني عن بيبسي وشيبسي وكوكاكولا وماك وكنتاكي وبيتزا هات وهوهوز وكالاكسي وكادبري وتوينكيز. الكلمتين الجايين دول مهمين جدا ليك. اولا اعتبر تخليك عن الحاجة دي جهاد في سبيل الله. ايوه الجهاد بالمعنى العظيم بتاعه، انه ذروة سلام الاسلام، وانها كلمة كبيرة جدا. لكل واحد جهاده، سواء بالمال او النفس او الاهل او بالكلمة او حتى بالمقاطعة. ممكن مش نفس اجر اللي هناك، بس برضه اجر عظيم، بالذات لو الاختبار والابتلاء ده جه في حاجه انت بتحبها قوي وسبتها عشان ربنا وبس. هو ده الجهاد، وان شاء الله اجره يكون عظيم جدا، بس انت استحضر النيه في كده. ثانيا ساعات الاعلام بيسيطر على افكارنا بحيث يخليك تتخيل ان الحياه هتبقى صعبه جدا جدا من غير حاجه معينه، ويفضلوا يكبروها في نظرك عشان تتوهم انك مش تقدر تعيش من غيرها. الاكل بيكون طعمه حلو وصحي من غير مشروبات غازيه ولا كاتشب، بس انت اللي اتعودت عليهم. ولو مش قادر خالص ولازم حاجه تهضم معاك، ففي مشروبات غازيه محليه مصنوعه في بلدك وكويسه جدا كمان. بطل تتحجج، بلاش تكون لعبه في ايديهم وقاطعهم، وهتلاقي ليهم بدايل كتيره واحسن منهم كمان. ما يدفعش فلوسك في رصاص يقتل اخواتك. ولا تيأسوا، الا ان نصر الله قريب.